5 أيام بس على مونديال وأنا صحيت أجيب لكم قنبلة. نيمار برع ماتش مصر والبرازيل الودي، اتعمل رنين على عضلة السمانة أمشار، إصابة من الدرجة التانية، والقرار اللي محدش بيتكمى عنه هقول لكم عليه بعد شوية. ومش بس نيمار، باراجواي كسبت نيكاراغوا 4-0، بس نجمها جوليو إنسيسو خرج على نقالة وهو بيعيط في الدقيقة 25. لسه 6 أيام على ماتشهم مع أمريكا والراجل خارج وهو بيبكي، حرام عليه. طب وفي أخبار حلوة، السعودية كسحت بورتوريكو ب3-0 في أوستن. منداش سجل صاروخ، الحمدان لوع الحارس بلمسة، وسالم الدوساري رقص في الدفاع كله ودخلها. ده اللي اسمه تجهيز لمونديال. وخليني أوجعك بحاجة من تخل، قال أنا عارف 14 أو 15 لعيب أساسي في ماتش كرواشيا، طب فاضل 3 مكان محسوم قبل 5 أيام. أنا متابع الراجل ده من أيام تشيلسي، والاختيار النص نص ده هيكلف إنجلند غالي. سمعتوها مني الأول. نرجع لميسي اللي وعدتكوا بيه. سكالوني قرر ينزلوا شوية دقايق بس ضد هندوراس الليلة، تجهيز هادئ، مفيش مجازفة. وأماكسيكي اللي طار من بلده علشانه قاعد برو الفندق بيصرخ ميسي بلوده طلع. يا على الجنان ده. وآخر حاجة هتوجعك في قلبك، إنديو سولاري، أما غني الأرجنتيني اللي مات الأسبوع ده، سجل رسالة صوتية لميسي قبل ما يموت وما بعتهاش. أهله نشروها النهاردة، أنت اتعملت عشان تكسب كأس عاما تاني. ياه، ده الكلام اللي بيحرج. طب وانت اللي قاعد قدام أما بايل ده، انهي خبر صدمك أكتر؟ غياب نيمار عن ماتش مصر، ولا دموع إنسيسو، ولا رسالة سولاري لميسي؟ سيبها لي تحت، أنا قاعد بقرا، وبعد 6 ساعات هرجع لكم تاني.